علاش كنخافوا من الهجر على كبر؟ لاننا في طفولتنا تعرضنا فعلا للهجر. بغينا نخرجوا نلعبوا مع صحابنا في لو كارتيي، صافي هما كيجريو عليك وانت هذيك راه كتورث فيك فعلا الم نفسي على كبر. يعني ما قبلوكش، انت مرفوض، غير مقبول. هذا مثال مثلا ديال الام اللي كتولد مثلا الاناث وكتقلب على الذكر. فاش كتبغي تولد كتلقاها بنت، كتلقى راسها اولا حتى من ليكوغرافي كتبان ليها بنت، كتقول عاوتاني يعني هذا ان انفون ولا ان بيبي انديزيرابل. او لا عندها الولاد وبغات بنيته، دونك هنا ان غارسون انديزيرابل، وليد مرفوض. هذا نوع من الرفض. دونك هذا الرفض هذا ملي كيعيش فيه كيخلق به الانسان، كيتعطى من الطفوله، كيكبر به. اولا مثلا داخل البيت مثلا الوالدين سامحهم الله كاين المقارنه، ديك الزوينه في خوتك ولا في خواتاتك، داك القراي في وسط العائله، داك الدريويج الظريف اللي ما كيقولش لا. اذا كتلقى راسك انت ترفدتي عده مرات. فلهذا هادشي انت كيأثر عليك كيف قلنا على كبار. نهار اللي كتبغي تختار شريك الحياه ولا شريكه الحياه كتلقاك راسك طحتي على وجهك. داكوغ علاش؟ لانه كنت اصلا في الخلفيه كاينه فيها كنت كنترفض. اذا يا ربي يقبل عليا هذا السيد ولا يا ربي يتقبل عليا. دونك كتولي كتقلب يا ربي. وقيس على ذلك حتى في التوجه ديالك، اختيار توجه يعني في الدراسي ديالك، كتلقى راسك انت ها الميولات ديالك، ولكن غادي لشي حاجه انت لها علاقه بها وكتخلص حياتك كامله. المهنه مثلا كتقولي راه ما لقيت شي، يا ربي على اللي كتب الله سير. كتلقى راسك انت خدام وانت ما حاملش كاع راسك في هذيك المهنه اللي انت كتزاولها، كديرها يعني بزز بالسيف كي كنقولوا. اذا هذا هو اللي كيخلينا نخافوا من الهجر. وفي العلاقات كتخاف خوك يدير معك القطيعه، كتخاف اختك دير عليك القطيعه، لانه علاش؟ انت ديجا كنتي معرض في طفولتك، فلهذا ما كتلقى راسك ما كتقدرش تحمل الهجر. ماشي حبا فيه، لا، خوفا انك انت حاس براسك بلي راك انت قليل، بغيتي كلشي يقبل عليك. وقس على ذلك مثلا نعطيو مثال، وغادي كنشوفوا هذه القضيه المساله هذه كنشوفوها، ولا هذه القضيه كنشوفوها عند المراهقين. ملي كتلقى كيختار واحد الشله غير على ود الانتماء، والشله هي غاده به الخراب، لانه الصاحب ساحب بيان سور. دونك هنا كتلقى راسو يا ربي غير من يقبلوا عليا، هاد اصدقاء السوء غير من يقبلوا عليا. فاللي بغيت نقول وبغيت نوصل هو حنا كوالدين والوالدين الجدد اللي باقي عندهم ولادهم صغار، باقي عندكم الوقت فين انكم تعطيو القيمه للابناء ديالكم، ماشي دصاره، ماشي دصرهم، ما كنقصد شيء تعطيه قيمه اكثر من قيمته انت ما مربيش وتعطيه القيمه. لا، نربيه ديجا تربيه اللي خاصها تكون، ولكن قيمته نعطيها ليه، ونعطيه انه نغدي ليه عاطفته بالمحبه، بالمعزه، بالبوسه، بالتعنيقه. داكوغ؟ علاش؟ لانه هو هذا احتياج خاصو يتغدى فيه، يتغدى منه. ما نخليوش يكبر ويقلب على الغداء غذاء مسموم على برا. علاش؟ احنا كنلقاو كلشي باغي يتغدى بوالو، العيون صبحت زايغه اكثر من القياس. داكوغ؟ سكي في دير لا، راه هذا هي جوع، هذا جوع جاي. وعرفتي الانسان ملي كيتصاب بالجوع راه كياكل اللي لقى. يعني تقدر تعطيه الماكله 3 ايام ويقدر يدخلها ويصدق غادي كيتعالج على لانتوكسيكاسيون. دونك هاد لانتوكسيكاسيون قص على ذكر هي كاينه في الحياه، كاينه في العلاقات. دونك لا، ما نوصلوش شي، خليو الانسان شبعان. شبعوا الوليدات والبنيات، شبعوه بحبه خالصه لله، لانه حتى نتوما راكم كتستافدوا. على انت ملي كتبوسي ولدك وكتعنقيه، واش هو اللي عطيتيه؟ راه حتى هو عطاك داك الحضن ديال سيدي ربي، عطاك ذريه، والله يسهل على اللي كيتمنى وليدات صالحين يا ربي.
اذا لا للخوف من الهجر على كبر، لانه يستحيل يكون مغدي مزيان ويخاف غدا غيبقى بوحده. انا لا اصيب بالعزله، لا، او الوحدانيه، لانه دائما الانسان ملي كيكون عنده اكتفاء ذاتي راه مع الله عز وجل اولا، ثانيا مع الكتاب ديالو، داكوغ، ثالثا مع العلاقات الانسانيه الزويونه بحال وجوهكم. واش هاد الانسان هذا غيتصاب بالخوف من الهجر؟ ابدا، لانه ديجا داير استشفاء في العلاقات الانسانيه، يحسن الاختيار. كيفاش كيغدي دماغه؟ تيقلب على كل ما هو جميل، داكوغ. مع علاقته مع الله كيتمنى من الله يعني يقبل عليه بوجه حسن. هادشي اللي كاين، كلشي ساهل وبسيط. فتحياتي ولا للهجر ولا للخوف من الهجر.